الاستغفار هو أحد أكبر الأسباب وأشهرها في ديننا بعد الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب، لكنه سبب كبير لاستجلاب الأرزاق والسعة في الدنيا. وكلنا مجربين الموضوع ده، مستعد أحلف عليه أن كثرة الاستغفار تجلب الأرزاق، مش بس أرزاق المال، ده حتى الأرزاق النفسية من السعادة وراحة البال. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحة واحسن حال. النهاردة الفيديو حبيت اشارك فيه معاكم مشتريات شهر 2 بالاسعار. طبعا انتوا عارفين ان الاسعار كلها زادت، كل السلع الاسعار زادت جدا. ف يعني حبيت اشارك معاكم الاساسيات، الحاجات اللي هي مهمة جدا. يعني خلاص احنا ما بقيناش بنجيب اي رفاهيات اي حاجة، احنا بنجيب بس الاساسي. فيلا بينا كده نبدأ، نسمي الله ونصلي على رسول، نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونشوف مع بعض. انا جبت ايه؟ جبت كرتونة البيض دي، طبعا هي مش هتكفي الشهر كله، بس هحاول يعني اعمل حاجات جنبها يعني باذن الله، بحيث ان احنا ايه يعني مش هناكل كل يوم بيض يعني. فكرتونة البيض دي كانت عاملة 155 جنيه. جبت برضو المكرونة برضو سعرها زاد جدا، وصلت ل30 و32 جنيه للكيلو. فلقيت لمتنا دي، انا كنت جايباها قبل كده، كانت حلوة بصراحة. ما لقيتش الاكياس الكيلو على بعضها، لقيت الاكياس دي 400 جرام كانت عاملة 9 جنيه 95 قرش. فجبت 6 اكياس. طبعا انا بكمل على اللي عندي، يعني انا قبل ما انزل شفت ايه النواقص، و يعني جبت اللي ناقص. بس طبعا انا ايه عندي شوية حاجات من الشهر اللي فات، فبكمل عليهم. جبت ربع ذرة فشار، ده ربع. جبت كمان نص كيلو من العدس اللي هو الاسمر دوت، او العدس بجبة ده. جبت نص، كان عامل 44 جنيه تقريبا. جبت برضو نص فول اللي هو المدشوش دوت ب30 جنيه. ما لقيتش فول تدميس، بس هجيبه يعني من جنبي هنا، انا كنت نازله الفرجاني. جبت هنا ربع سمسم اللي هو الابيض دوت، عشان كنت عايزه اعمل طحينه. الربع ده كان عامل 44 جنيه. جبت ربع، طبعا سعره برضو رفع جدا، يعني عايزه اقول لكم الكيلو كان ب100، استنى اشوف لكم كده، 174 جنيه للكيلو. انا بشيل شويه كده بحطهم على حبه البركه لو هعمل معجنات او كده، والباقي هعمل بيه زي ما قلت لكم الطحينه. ما لقيتش هناك الفول، ما لقيتش الدقيق، كان برضو قليل جدا هناك. كنت عايزه شاي اسمه استكانه كده، سمعت ان هو حلو جدا، بس ابني الله يسامحه جاب لي ليبتون دوت. انا اتفاجئت بيه لما جينا بطلع الحاجه لقيته، ما خدتش بالي يعني واحنا بنحاسب وكده. جبت ازازه الخل ديت ب12 جنيه. الليبتون دوت كان ب22 تقريبا. جبت برضو كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر وكيس خميره. وجبت ب10 جنيه بهارات فراخ. طبعا انا عندي بهارات، ما كنتش محتاجه بهارات غير بهارات الفراخ دي بس. الزيت بقى، الزيت برضو اللي يعني نزلت انواع غريبه وعجيبه واسامي كتير جدا. بس انا يعني مجربه حلوه دوت قبل كده، كان ب57 جنيه. جبت الازازتين دول. بصوا بقى الزيت دوت، انا معرفش بصراحه، يعني اول مره اجيبه. ده زيت عباد اسمه بلانك تقريبا. ما جربتوش قبل كده، لقيته لتر ونص ب135. معرفش اللي جربه قبل كده ياريت يقول لي ايه رأيه فيه. ما جربتوش انا، ما يعني ما بجيبش السمن نهائي، انا بستخدم زيت في الاكل، وعندي سمنه فلاحي بحط منها ايه معلقه صغيره كده مع الزيت. بصوا كان زحمه جدا جدا، عايزه اقول لكم الفرجاني كان موت. جبت علبتين اللبن دول، ما خدتش بالي ان انا جبت واحده خالي الدسم وواحده كامل الدسم، برضو سعره رفع جدا. بس يعني انا كنت جايباه برضو الشهر اللي فات بنفس السعر، كان ب39 جنيه. فجبت العلبتين دول، ده انا بستخدمهم في القهوه مثلا، في السحلب، المهلبيه، الحاجات دي، لان ولادي ما بيحبوش اللبن اللي هو البلدي دوت. انا بجيبه لما بعمل بيه بشاميل او حاجات من دي. بصوا الشوكولاته دي، شوكولاته دريم، لقيتها ب22 جنيه، وده سعر حلو جدا. انا كنت بجيبها ب25 وسعرها وصل ل30 جنيه، مش عارفه ليه برضو.
فجبت القالبين دول وقلت هسيبهم بقى احطهم في كرتونة رمضان. تمام. الدقيق زي ما بقول لكم الدقيق برضو سعره رفع جدا، زي يعني لو فاكرين المشتريات اللي احنا كنا جايبينها مع بعض بتاعه الحصاله لما جبت 4 كيلو من نفس الدقيق ده، على فكره انا جربته حلو جدا. كنت جايباه ب19 جنيه جبته ب30. يعني انتم متخيلين، مفيش الضحى، مفيش اي نوع تاني، مفيش دقيق سايب اصلا كان هناك. بس هي دي المشتريات اللي انا جبتها من هناك. جبت برضو شويه حاجات كده من السوق. يعني انا قلت لكم قبل كده ان انا ساكنه جنب سوق التلات، فنزلت جبت شويه خضار، ولقيت بقى حد بيبيع الملح ده. انا جربته برضو قبل كده، ملح اللي هو الملكه ده. جبت ال5 اكياس دول ب10 جنيه. فحلو بصراحه. شلت 3 اكياس على جنب كده وسبت كيسين. ناعم كده وحلو بصراحه، يعني مش وحش. جبت كمان بصوا انا كنت بجيب اللي هي العيش السوري وعيش الكريب والحاجات دي، كنت بجيب من محلات وسعره رفع برضو جدا. لقيت يعني مؤخرا ابتديت اجيبه من ناس بتبقى واقفه على العربيه كده بتبيع العيش السوري والعيش بتاع الكريب والبسبوسه والكنافه والجلاش والحاجات دي، بتبقى اسعارهم حلوه جدا. وعلى فكره حلوه، انا جربته ما كانش فيه اي حاجه خالص. يعني في حاجات كده يعني لا لازم انا اعملها في البيت، لازم اعملها في البيت بايدي. في حاجات كده لا، يعني معلش نوفر صحتنا، يعني مش ناقصه فرهضه. فبحب اجيب العيش السوري وعيش الكريب دوت من بره بصراحه. ده كان الكيس فيه 10 ب15 جنيه، فجبت كيسين كده زي ما انتم شايفين. هسيب كيس يعني استخدمه الشهر دوت، وكيس هسيبه في الفريزر عندي لرمضان. جبت برضو لفة الجلاش دي، انا استخدمتها قبل كده وبرضو كانت حلوة جدا. كانت برضو ب15 جنيه. انا بصراحة مش عارفة هي دي وزنها كان قد ايه. زي ما بقول لكم السوق كان زحمه جدا، فما فيش بقى يعني عارفه مجال ان انا اقف وابص والحاجات دي، فما كنتش عارفه بصراحه هي دي نص كيلو ولا دي ايه بصراحه. بس يعني سعرها كويس. يعني كان في عنده اللي هي ب13 جنيه ودي كانت ب15، فبيتهيألي دي نص كيلو يعني. فجبتها برضو، انا عندي واحده في الفريزر وقلت هشيل ديت. يعني الجلاش بيبقى حلوه جدا، يعني حلو جدا في البيت، بينفع بقى حلو وحادق. هشيل واحده برضو لرمضان والتانية هستخدمها يعني خلال الشهر. دي كانت شويه المشتروات اللي انا جبتها. زي ما بقول لكم انا كملت على الحاجات اللي هي عندي. يعني دلوقتي لازم قوي قبل ما ننزل نشوف ايه الحاجات اللي ناقصه، علشان ما اجيبش بقى زياده. ما فيش يعني مجال اصلا ان انت تجيبي اي حاجه زياده، ربنا يرحمنا برحمته. انا كان عندي الشعريه وكان عندي لسان عصفور، عشان كده ما جبتهمش. الرز انا بجيبه يا بنات بالسنه، زي ما بقول لكم كل مره الرز والبصل انا بيبقى عندي بالسنه. بخلي يعني قرايبي يجيبوهولي بالسنه، وده بيريحني بصراحه جدا. جبت بقى المنظم بتاع البيض، وزي ما بقول لكم البيض ده طبعا مش هيكفي الشهر كله، فبيبقى جنبه بقى بقى بدمس فول، بعمل مره طعميه جبنه، شويه الحاجات اللي احنا عملناهم للتلاجة الفيديو اللي فات، يا ريت تشوفوه بجد حلو جدا يا بنات. يعني بينجز معايا كده في الوقت، وبيبقى عندي حاجات موجوده في التلاجة للفطار والعشاء. كنت جايبه برضو قالب زبده فرن معاكم، قطعته كده مكعبات وحطيته في العلبه دي. بيبقى سهل جدا ان انا اخد من العلبه واستخدمها وارجع العلبه تاني. يعني بيبقى اسهل من ان انا اخد القالب كل شويه واقطع قطعه كده واشيله. دي بتبقى سهله جدا. شويه الخضار بقى اللي انا جبتهم، جبت الكابوتشا دي. بصراحه كانت حلوه جدا وحجمها كبير كده. جبت 3 ب10، بس ولادي خدوا واحده كده بيحبوا ياكلوها كده. الليمون برضو هو سعره رفع شويه ولسه هيرفع تاني. انا جبت الكيلو ب20 جنيه، وعلى فكره في ناس بتبيعه برضو ب30 جنيه. فجبت كيلو من الليمون. يعني الحقوا كده لو عايزين تخللوا، هاتوا برضو واعملوا برطمان كده لرمضان، بيبقى حلو جدا. الطماطم برضو سعرها كويس قوي. انا جبت ال4 كيلو دول ب30 جنيه. فهنقي منهم كده اللي هي الناشفه كده شويه للسلطه، هسيبها في التلاجة، والباقي هعمله كله صلصه. زي ما انتوا عارفين انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بقطعها احطها في حله على النار، وبعدين اضربها واصفيها واحطها برضو في الفريزر. يعني على قد ما تقدروا هاتوا كميه كده من الطماطم الايام دي،
يعني بما ان هي دي الوحيده، هي والخضره والسبانخ اللي سعرها حلو فنفرزها. اللفت بقى يعني انا كنت بجيب التلاتة ب10، بس يعني ما لقيتهوش اصلا في السوق كله، ولقيت واحد بس هو اللي بيبيعه، كان بيبيعه ب5 جنيه. جبت 3 كيلو ب15 جنيه، وقلت هعمل برطمان. ما كانش عندي مخلل خالص، وانا بحب يبقى عندي على طول مخلل في البيت. جبت بقى شويه الخضره دول ب15 جنيه. جبت 4 ربط من السبانخ. يعني انا بحبها انا وجوزي، بس بصراحه الولاد ما بياكلوش غير اللوبيا. فجبت ال4 دول هفرزهم معاكم بقى دلوقتي ان شاء الله. والخضره برضو حلوه جدا يا بنات، يعني استغلوها. خضره الشتاء بتبقى جميله جميله وسعرها حلو جدا. فهاتوا كده كميه وفرزوها، يعني هتنفعنا جدا، خصوصا احنا داخلين على رمضان وبنعمل محشي بقى كتير في رمضان وكده. فهاتوها وشيلوها في الفريزر، هنفرزها مع بعض دلوقتي. طريقه حلوه جدا ان شاء الله. حطوا لايك للفيديو علشان انا بجد تعبت جدا في الفيديو دوت. فما تنسوش، انا حاسه ان انتم ما حطيتوش لايك اصلا، واشتركوا بقى بالمره في القناه. دي كانت شويه الخضار اللي انا جبتها. انا كان عندي زي ما قلت لكم بطاطس، وكان عندي بصل، فدي الحاجات اللي كانت ناقصاني. بصوا انا حبيت فيها يعني اعمل فيها نصحه قوي وايه، وجبت الكبه قلت اما اعمل فيها الخضره، طلعت وحشه جدا. مش عارفه انا استخدمت سلاحه غلط ولا ايه، بس ما كانتش حلوه خالص يعني. فشلتها على جنب، وجبت بقى البلانشة، وقلت يعني ايه خلاص يا بنتي ايه اعمليها. انا طول عمري بعملها بايدي كده وبقطعها خلاص يعني، بس انا كنت سقعانه بصراحه جدا، فقلت يعني ايه دي هتنجز معايا يعني. فجبت البلانشة وكده، وطبعا غسلت الخضره كويس جدا جدا جدا، وحطيتها في مصفى لحد ما اتصفت خالص ونشفت. وابتديت ان انا بقى ايه اقطعها صغير بقى كده، وهعبيها في الاكياس بس. يعني هي دي تفريز الخضره، ما فيهاش اي حاجه خالص، وبتنفع بقى جدا. بتطلعيها كده وهي متلجه، ما بتسيبيهاش تفك اي حاجه. بنفرزها، بنطلعها على الصلصه بقى، او الطعميه مثلا. لو هتعملي طعميه او كده بتطلعيها تحطيها على طول في الكبه، او تحطيها على الصلصه المتسبكه كده على طول، ما بتسيبيهاش خالص تفك. بس اهم حاجه نخرج الهواء كويس جدا من الكيس، زي ما انتم شايفين كده. حطوها في اكياس عاديه خالص وخرجوا منها الهواء. ويا ريت لو عندك بقى اللي هي اللزق دوت اللي بيتحط كده تكتبي عليه ده خضره ده سبانخ، عشان الاتنين بيبقوا شبه بعض. اعمليها. السبانخ برضو غسلتها كويس جدا، يعني حطيتها كده على فوطه نشفت خالص. وبعدين ايه ابتديت ان انا اخدها اقطع بقى الورق. انا عايزه الورق بس بتاعها، بقطعها كده. واهم حاجه تكون ناشفه خالص من الميه. وبفرزها برضو كده. بصوا انا ولا بحطها بقى على النار، ولا بدبلها ببصل، ولا بعمل فيها اي حاجه خالص. انا بقالي سنين بعملها بالطريقه دي وبتبقى حلوه جدا. بحطها في الاكياس على قد الطبخه، يعني دي الكيس ده على قد طبق واحد بس ماشي، وخرج منها الهواء. وبفرزها كده واحطها بقى ايه، واحط فيها يعني لو عايزين يعني تحطوا الخضره بتاعتها برضو فيها في المرحله دي براحتكم. انا بحب احط الخضره كده ايه وقت ما باجي اعملها بس. وبتنزلوها على التسبيكه. بصوا انا تعبت جدا عملت شويه حاجات كتيره قوي، نزلت كتير فتعبت. عملت بقى القهوه بتاعتي، دي قهوه بلبن بديل النسكافيه. الحمد لله ما بقتش بعمل او بجيب نسكافيه خالص، فدي بتبقى صحيه اكتر يعني، احسن من النسكافيه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، تكونوا اخدتوا كده منه افكار، وتكونوا استفدتوا منه. وادعوا واستغفروا كتير كتير، ربنا يرفع عننا الغلاء دوت يا رب، ويبارك لنا في رزقنا كلنا ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.